في البداية كده وقبل أي حاجة انزل اشترك في القناة وفعل الجرس اللايك الجميل بتاعك. النهاردة يا صاحبي جاي استعرض عليك كل تفاصيل تحديث بتاع النهاردة الاثنين أو التحديث بتاعنا النهاردة والفخ يا صاحبي بتاع كونامي اللي أغلبية الناس وكل الناس هتقع فيه. علشان ما تقعش في الفخ ده لازم تركز معايا كويس جدا. تعال نخش كده على الباك اللي نزل معانا، وهو باك بعنوان مهاجمين الدوري الإيطالي. أول واحد معانا هو ديل بيرو، هيبقى معاك 101. يعني ديل بيرو دايما معروف بالتسديدات القوية والار 2 بتاعته. يعني لما تقول ديل بيرو تلاقي طاقاته جامدة جدا أكيد، والطبيعة تلاقي الكيكنج باور عنده عالي، مميز طبعا بالار 2، حاجة جامدة جدا ديل بيرو. طبعا يعني هو أقوى واحد في الباك ديل بيرو، نسخة جامدة جدا. بعد كده عندك الواد ميليتو أو دييجو ميليتو الأرجنتيني، يبقى معاك 100 في التشكيلة. الراجل ده أول مرة ينزل في اللعبة، ولكن أنا كنت جربته في اف سي موبايل أو فيفا، إنما في اي فوتبول أول مرة ينزل. باين من طاقات إن هو عادي متوسط، ولكن ما يستاهلش إن أنت تفتح عليه. يعني لو هتفتح على ده فهو مش مستاهل. هتقولي طب أنت عرفت إزاي؟ أقول لك يا صاحبي جاية باكات قوية جدا. عندك بعد كده افيار أو افيير، الراجل ده أول مرة ينزل برضه، مهاجم أتلانتا. باين من طاقات إن هو متوسط وأقل من المتوسط كمان. فده الباك اللي نزل معانا النهارده الاثنين. الباك ده يا صاحبي إياك إنك تفتح عليه، والفخ الكبير إن أنت تدور على نسخة ديل بيرو. ديل بيرو النسخة دي يا صاحبي مش أقوى حاجة. ميليتو ما أنا ما جربتوش في اللعبة دي، ولكن مش في لعيبة جامدة نازلة أقوى منه بكتير. فنصيحتي ليك، عندك برضو لوكاكو من ضمن اللعابة الهايلايت، عندك ماركوس تورام، عندك ايموبيلي. اللعابة دي جامدة جدا في الباك. فالنصيحة اللي أنا جاي أقولها لك يا صاحبي النهاردة، إن أنت لو معاك كوينز حوش الكوينز بتاعتك، ما تصرفش أي كوينز معاك، لأن رومانيجي جاي، لأن بيكن باور جاي، لأن في باكات جامدة جدا جاية. مش الباك ده اللي تصرف عليه الكوينز بتاعتك مهما كنت محتاج ديل بيرو. النسخة دي مش أقوى حاجة لديل بيرو، في النسخ قديمة نزلت قبل كده أقوى من دي بكتير. فالنصيحة اللي أنا جاي أقولها لك إن أنت ما تفتحش على الباك ده، لأنه ما يستاهلش إن أنت تصرف عليه أي كوينز. ما يستاهلش يا صاحبي إن أنت تصرف على أي كوينز. الباك اللي أنت شايفه قدامك ده خلي الكوينز بتاعتك معاك وأنت براحتك. يعني أنا قلت لك نصيحتي، عايز تعمل بيها اعمل، مش عايز ما تعملش براحتك. طبعا دي الاحداث اللي نزلت معانا النهارده، الحدث المعتاد، ال50 كوينز بتاعتنا المعتاده العقيمه اللي مفيش غيرها. لو دخلنا كده في احداث الاوف لاين، نزل معانا حدث خاص بالدوري الايطالي بيديك نقط سكيل. العبوا يا جدعان الاحداث اللي بتديكم نقط سكيل دي، العبوا الاحداث اللي بتديك جي بي، لان تجديد العقود بقى بالجي بي. العبوا الاحداث اللي بتديك نقط تدريب. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لا يكون محتاج اي حاجه تبقى لي في الكومنتات. اشوف فيديوهات تانية كتير. سلام يا زميلي.